السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مطبخ ام اسلام. دي كوبايه ام اسلام جايبه لنا لبن ورز، هنعمل شويه رز زي العسل. ادي كيسين لبن جايين كده من سخنين مولعين من عند اللبان، كان لسه لبن جاي طازه على حظي. ادي نشا، وادي لبن، وادي كوبايه رز يا حبايبي، غسلتها وخليتها زي الفل يا حبايب قلب ام اسلام. كوبايه واحده مج رز اللي انا وريته لكم، غسلته وخليته زي الفل، وحطينا حله على النار يتسلقوا. حطينا حله اهو يا حبايب قلبي على النار، كوبايه رز واحده يا حبايب قلبي. كوبايه الرز عليها الاتنين كيلو لبن يا حبايب قلبي. لو انت عايزه تاكلي شويه رز زي العسل، تاكلي رز كده، اللهم صل عليك يا نبي. اهو يا حبايبي ذره ملح، بص انا ما رضيتش احط لكم حتى في المعلقه على ايديا، ذره ملح. اللهم صل عليك يا نبي. ذرة الملح دي بتديله بقى تكافؤ مع بعض كده، تديله ميكس جميل بين السكر ونقطة الملح انت بتحطيها، نقطة الملح انت بتحطيها دي. ودي حباية مستكة، الصلاة على النبي، بركة ربنا كل شيء. تفحفح لك الرز. حطينا الرز يستوي براحته على النار، ونجيب حلة تانية، الصلاة على النبي، حلتنا قشطة نضيفة قشطة اهي، ونحط فيها كيسين اللبن. بص اللبن عامل ازاي بخيره، لبن كده مش زي السمنه قلت لكم خالي الدسم، لا ده كامل الدسم، والسمنه والله كامل الدسم. معلش يا حبايبي افتكرت والله. اللهم صل على النبي. حطيناه اهو، نحط بقى ايه الصلاه على النبي، نفضي الكيس التاني ونحطهم مع بعض. الرز بتاعنا يستوي براحته، يكون اللبن بتاعنا غالي، نعمل شويه رز على السريع في ثانيه. عزاك الله يا حبايبي ويخليكوا ليا وما تحرمش منكم، وحشتوني وحشتوني من الفيديو اللي فات. ربنا يبارك لي فيكم ويخليكوا ليا ويوسع رزقكم ويسترها معاكم من ما تكونوا يا رب. كل سنه، وما انساش اقول لاخواتنا الاقباط كل سنه هم طيبين، وبمناسبه العيد بتاعهم كل سنه وهم طيبين، وكل سنه هم بخير، وكل سنه وكلنا سعداء مع بعضينا مسلمين واقباط يا حبايب قلبي. الرز بيستوي اهو يا حبايبي، بيستوي براحته واللبن بيغلى على النار اهو يا حبايبي. نسمي بالله ونذكر الله كده ونصلي على الرسول، وما ننساش ندعي لاخواتنا اللي في فلسطين وسوريا ولبنان وكل بلد عربيه يا حبايب قلبي، ربنا ينصرها ويفديها ويرحم شهدائهم يا حبايب قلبي، ويشفي مرضاهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يجي عليهم. الزمن الجميل جاي باذن الله، ربنا ينصرهم. ادي اللبن بتاعنا اهو، حطيناه على النار غير اهو يا حبايبي، هندفع عليه النار بقى يا حبايب قلبي، الصلاه على النبي. ايه رايكم بقى؟ حاجه سهله وبسيطه. هتقولي يا ام اسامه نسلق في الحله ونحط عليها اللبن؟ لا صدقيني، لما تسلقي اللبن وتعقميه تبقى حاجتك ولا بطنك توجعك ولا اي حاجه، انك انت عقمتي اللبن، لان اللبن جاي من جاموسه لازم يتغلي يا حبايب قلبي، تعقميه. ادي اللبن حطيناه على النار. نسيت اقول لكم عشان معلش بنسى والله، كويس ان انا افتكرت، عشان انا ده اللي اقول لكم ايه. انا حطيت لي ميه قد ايه يا ام اسلام للرز؟ حطيت اربع، يعني رتلي لبن، رتلي ميه ولا ايه، 4 مجات ميه. في ناس تقول لك مجين عشان لا، 4 مجات الرز يستوي براحته، يبقى براحته، ولا تزودي تاني ولا حاجه. 4 مجات يعني لتر ميه على كوبايه الرز يستلق براحته. ومعاك الاتنين الحليب اهو يا حبايب قلبي، اهو بيستوي فيه زي العسل. الصلاة على النبي. بص بقى رزتنا كده بقى، ورزنا زي القشطه ولبننا زي القشطه، شويه رز زي العسل زي ما انتوا زي العسل. الصلاة على النبي حبايب قلبي. بقول لكم ما تحطوا سكر ابيض، سكر غامق هيغمق لكم الرز. انا حطيت مج ونص سكر عشان احنا عندنا السكر فبناكله دلع شويه يا حبايب قلبي. اما انت زي الرز ده لعبتك انت، زي ما انت عايزه حطي، ده حاجه في ايدك انت حبايب قلبي. الصلاة على النبي، بركة ربنا فوق كل شيء. ربنا يوسع رزقكم ويخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي. واللي وصل لغاية دلوقتي ما ينساش يحط اللايك لطنط ام اسلام ويخليكم ليا، واللي ما اشتركش في القناة ليس امرا يا حبايبي، ده فضلا منكم يا حبايبي، تخشوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايب قلبي. ادي حطينا 4 معالق نشا، انا حاطه 3 بس رجعت حطيت واحده. 4 معالق نشا، 2 لبن بودره، 2 لبن بودره، 2 كريم جانتيه يا حبايب قلبي. اللي عندك حطيه واللي ما عندكيش ما تحطيش، هو كان عندي 2 كريم جانتيه. تاكلي بقى شويه رز قطع من بتاع المحلات، رز بقى عاملاه بايدك. وادي كمان زودنا مج لبن كمان عليهم. احنا عايزين ناكل شويه رز حلوين، ناكل شويه رز نستطعم كده بناكل، يبقى مش عايزين الطبق يخلص. دول 2 فانيليا يا حبايب قلبي، برضه هحط كل حاجه ايه مع بص اصفي بقى حاجتي، تقولي ليه يا ام اسامه تحطي لا، انا ما تصفي تلمي حاجتي كده وتصفيها يا حبايب قلبي، يبقى عفرايه دهون اي حاجه، انت بتصفي حاجتك تنزل معقمه جميله.
يبقى شويه الرز بتاعتك كده الصلاه على النبي. قشطه قشطه زي ما انتوا قشطه حبايب قلب ام اسلام. يخش طبق ال اللهم صل على، تعملي بقى طبق الرز ابو لبن وتيجي تاكليه تحطيه في التلاجة كده تاكليه بقى، يخش يزغزغ المعده قلب ام اسلام من جوه. وادي معلقتين قشطه، ما حرمناش نفسنا برضو، معلقتين قشطه اهو الصلاه على النبي. امال ايه، هو شويه رز ده شويه رز زي العسل. كلفي رزك وتاكلي حاجه حلوه كده ربنا يبارك له. ويوم ما عندكيش اي حاجه وعملتي بنشا بس وشويه لبن، يا كيلو لبن والله طول ما انت بتسمي بالله حاجتك بتبقى زي العسل. توكلوا على الله. اعملي ربع كوبايه، نص كوبايه وعليها كيلو لبن، مش لازم 2 كيلو لبن. حبايب قلب المسلم عندنا بقى هو شويه زبيب، على شويه جوز الهند، على شويه سوداني مجروشين اهمت، على فستق ولا بندق، اللي كان عندنا فاضلين اهو. اسلام اهو بيحط لكم اهو الصلاة على النبي. انت عشوائي، احنا عندنا انا عملت كام طبق ليكم انتوا عشان ايه ومزوقين، اما احنا الجماعه عندنا اللي عندي كلهم بيحبوه ايه، من غير مكسرات. انا بقى اللي بحبه مكسرات عشان كلها غذاء وفيتامينات، بس العيال ما بتفهمش الكلام ده. اهو يا حبايبي اسلام اهو دي بنت اهو اكتر. حطوا جوز الهند، انا الباقي كله هحطه يا حبايبي عشان زي ما انتوا عارفين ولادي ما بيحبوش عليه مكسرات بياكلوه كده. هو بقى يحط اهو. المهم ايه رايكم في شويه الرز بتاعنا يا حبايب قلب، عسل وقشطه وكراميلا. حبايب قلب ام اسلام ربنا يخليكم ليا ودومكم نعمه، ما تحرمش منكم، ما تحرمش من تعليقاتكم الجميله، وربنا يوسع رزقكم، واللي نفسه في الخلفه ربنا يديله ويسترها معاكم ويفرحكم بولادكم ويقويكم على اليومين اللي جايين دول صعبين قوي يا حبايبي. ربنا يقويكم على اولادكم في الدروس اليومين دول. تابعوا معاهم كويس عشان احنا خلاص يعتبروا خدوا نص ترم، بس نص الترم تاني جه رمضان ما راحوش العيال كده المدارس، وكده نازلين على الترم التاني فكله امتحانات. فربنا يقويكم على اولادكم ويجعل تعبكم معاهم بفايده يا حبايب قلبي، وينجحهم لكم ويفرح قلوبكم يا رب. وكل اب يفرحوا باولاده، وكل ام ربنا يجعل تعبها في ميزان حسناتها، وكل ام واب يوعدكم بزياره سيدنا النبي ويفرح عيالكم باولادكم. اللي نفسه بنته تتجوز ربنا يوسع رزقه ويديها ابن الحلال، واللي نفسه ابنه يتجوز ربنا تديله بنت الحلال ويوسع رزقكم يا حبايبي ويسترها معاكم، ويفرح قلوبكم بنجاحهم بشهايدهم بجوازهم، ويرزقكم برزق. اهم حاجه ربنا يرزقكم ويعينكم على وقتكم يا حبايب قلبي. وطول ما احنا بنذكر الله ونقول الحمد لله كل حاجه هتبقى فيها بركه، وباذن الله احنا احسن من غيرنا ورضا من عند ربنا يا حبايب قلبي. ادي زوقنا كده 4 اطباق كفايه اهو. اسلام بيحطهم لكم. واللي احنا حاطينها ايه، جوز الهند وزبيب وشويه سوداني وواحده فستق او بندق كده على وش الصلاه على النبي. لا عندنا حاجات رمضان مش شفناش حاجه مصر اللي كانت فاضله اهو. الصلاه على النبي. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ تعالوا بقى كلوا طبق متلج معايا. ربنا يخليكم. اعملوا طريقه الرز سهله وبسيطه، وكل سنه طيبين ويعود عليكم بخير وما يجيب لكمش حاجه وحشه. وادي الرز بتاعنا كريمي 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 ما اقولكمش. بصوا بقى يا حبايب قلبي الكرمشه ولا احلى من بتاع المحلات يا حبايب قلبي، كشكشه والكرمشه. ويلا حبايب قلب ام اسلام، سلام عليكم حبايب قلب ام اسلام.